مسن السكاكين ده مش لوحده، ده طقم كامل، يعني السكينه بالمسن بتاعها من تيفال، اسمه تيفال ايفر شارب. هحاول احط لكم الصوره بتاعته دلوقتي. يعني اكيد ده مش بيكون بشكل يومي، واكيد العيله بتاكل، اكيد الاكل ما بيترميش يا جماعه. حقيقي الموضوع ما كانش سهل خالص خالص. يعني انا اتجوزت وانا عندي 18 سنه، وخلفت وانا عندي 19، وخلفت وانا عندي 20. فالموضوع كان صعب جدا، وخصوصا ان انا مامتي توفت بعد بنتي الاولى، وبنتي التانية جت يعني حملت فيها، وبنتي الاولى عندها 6 شهور. فبالنسبه لي الموضوع كان بشع، لاني كمان كنت في الاكاديميه البحريه، وكان مرتين غياب، الثالثه انذار، الرابعه بتكون سحب، فكان الحضور مهم. فالموضوع كان صعب جدا، بس الكل مجتهد النصيب، هفضل اقول لكم كده. اجتهدت وتعبت جدا، وكنت اقول لدفعتي الحمد لله، بس ده ما كانش بسهوله ابدا. يعني كان ممكن اكون مثلا برضع بنتي وانا بذاكر، والتانيه اروح منيماها تروح التانيه صاحيه. الموضوع كان صعب جدا، بس انا كان عندي اصرار رهيب ان انا يعني اعمل اللي مامتي الله يرحمها كانت عايزاه، واطلع من الاوائل، وقدرت اعمل كده الحمد لله. بصوا، عشان ناس كتيره جدا بتسالني على موضوع الكورسات ده. بالنسبه للكورس الفرنسيه، انا خدته في المركز الثقافي الفرنسي، حلو جدا جدا لكن غالي، واتقنت اللغه وكل حاجه، بس هو مش رخيص. البديل ليه هو معهد القوات المسلحه اللي هو تحت كوبري الفنجري، ده حلو جدا، وتقريبا هو نص السعر او اقل من النص كمان. وفي الفرنسيه هم كويسين جدا، لكن انا جربتهم في الانجليش ما عجبونيش، اللي هو معهد القوات المسلحه. فالانجليش خديه في البريتش كونسل او في الاي سي، بس كده. لا ده سؤال حلو جدا ده، يعني انا السؤال ده عايزه ارد عليه من زمان جدا. اكيد يا جماعه لو انا قاعده في بيتي ما بطبخش بلبس خروج اكيد، لكن انا بلوجر وبعمل فيديوهات طبخ للناس، يعني في ساعات ملايين بيشوفوا الفيديوهات وساعات الوفات، فمش منطقي ان انا بيبقى مظهري غير لائق بالتصوير. انا بحاول قد ما اقدر يبقى شكلي بس حلو في التصوير، عشان انا بصور لكم وصفه، فبحب كل تفاصيلها تبقى حلوه. والعادي يا جماعه اللي بيتغسل والله بيتنضف وبيبقى زي الفل، مفيش اي مشكله. اكيد مش برمي لبس، يعني بتقولي برمي اللبس وبرمي اكيد مفيش حاجه بتترمي الحمد لله. يعني السكين كير بتاعي ان انا بغسل وشي كل يوم بصابونه طبيه 3 مرات، اسمها فيت بار، هحط لكم دلوقتي الصوره بتاعتها. تاني حاجه، مستحيل 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 انام وعيني فيها مسكره، او مثلا لو انتوا بتحطوا كحل او ايلاينر او ايا كان نوع الميك اب اللي بتحطوه، اوعوا تناموا وانتوا حاطين ميك اب. وايه تاني، طبعا ان انتوا تحطوا زبده كاكاو طبعا على شفايفكم، وبس كده. ممكن بقى كل فتره تروحوا تعملوا جلسه ديرما بان، ولا مش عارفه اسمها ايه، هكتب لكم اسمها عشان انا مش فاكره. بلازما، لا مش بلازما، هفتكر اسمها واقول لكم. يعني تقريبا الديرما بان تقريبا، يعني اللي هي بتدي وشكم فيتامينز كده، وبس مش بعمل حاجه ثانيه. يعني طبعا نوع الماسكارا ده يعني سؤال تقريبا مفيش حد مش سأله. يعني لو وريتكم بجد كم الاسك، يعني تقريبا ممكن نقول 50% بيسألوا عن الماسكارا. لانكوم هايبنوز درو، هكتب لكم دلوقتي اسمها، هي دي اللي انا بستخدمها ومش بغيرها غير كل فين وفين، ممكن اجرب واحده. لو والده قيصري لازم تنزلي الجيم بعد 6 شهور، لو والده طبيعي انزلي الجيم على طول. المهم انك انت لازم تمارسي رياضه عشان تنزلي بطنك وتخففي اكلك طبعا والدهون والكلام ده. تشربي ميه كتير جدا، ميه بقى قد ما تقدري، يعني 3-4 لتر في اليوم. طيب برضو جزء كبير جدا سائل عن المطبخ معمول في كونتشتال اللي في كايرو فاستيفال سيتي. اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان انا ما عنديش مشكله تماما مع الانتقادات، يعني اي حاجه مش عاجباكم فيا، انا واحده دخلت على السوشيال ميديا فمتقبله جدا فكره ان مستحيل الناس كلها تتفق عليا، واكيد في ناس بتحبني واكيد في ناس مش بتحبني، ما عنديش مشكله في كل ده والله خالص. انا اهم حاجه عندي ان محدش يغلط فيا، وبرده ما بردش على الغلط. يعني اللي بيغلط فيا بضطر ان انا اشيله من عندي، وانا ببقى متضايقه من حاجه زي كده. فاخر حاجه هقول لكم يعني عليها ان فلتكن خيرا او لا تصمت. يعني لو انت مش يعني او انت مش معجبين بيا او مش معجبين بالمحتوى اللي انا بقدمه، مش لازم غلط انفولو او بلوك. يعني حتى في ناس بتقولي بعمل لك انفولو وبرده بتظهري لي، اعملوا بلوك. خلينا في جو حلو، ما تشيلوش ذنب انتوا مش قده. يعني يمكن انا ما سامحكوش، مش خايفين، يعني ربنا بيسامح في حقه، بس حق عبده بيسيبه ليه ان هو اللي يسامح فيه. فالدنيا مش مستاهله، مش عاجباكم انفولو بلوك، الموضوع بسيط جدا. عندي طبعا قناه على اليوتيوب اسمها مي ماهر، هكتبها لكم دلوقتي، بتكتبوا اسمي بالانجلش واسم الوصفه بالعربي هيطلع لكم. والله 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 كلامكم ده جوه 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 قلبي. يعني لو تعرفوا السعاده اللي بتجيبوها لي، يعني فعلا فعلا هتاخدوا ثواب ان انتوا بتفرحوا انسان، يعني
بتكبروا بخاطري وبتفرحوني. كلامكم ده بيشجعني بطريقه انتوا مش متخيلينها. ببقى حاسه ان انا ساعات محبطه، مش قادره اكمل، تعبانه، الحياه جايه عليا. يا جماعه كل واحد فينا عنده ظروف، ربنا مقسم كل حاجه علينا زي بعض. الحاجات اللي عندي مش عندكم، انتوا عندكم حاجات مش عندي، وهكذا. فالدنيا صعبه على الكل. فما بسمع كلام حلو كده حقيقي برتاح وبنبسط وبحس ان انا ليا لازمه في الحياه. بجد شكرا من كل قلبي لكل حد تعب نفسه وكتب لي كلمه حلوه تفرحني. شكرا شكرا شكرا. بوسه بقى كبيره من مايوي ليكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي، والحمد لله اللهم دامها نعمه احفظها من الزوال. بحبكم قوي قوي. باي باي.